السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل عام وانتم بخير يا حبايب قلبي. النهاردة بقى هنعمل الكحك بتاعنا بتاع العيد. كل عام وانتم بخير. انا جبت 10 كيلو دقيق وعملتهم انا وام مهاب عند ماما. شوفي يا حبايب قلبي، الكحكة جميلة جدا جدا ودايبة. انا بحب الكحك يكون ايه، مش غامق قوي يا حبايبي. انا معايا 10 كيلو دقيق، وجبنا كده ريحة الكحك، وجبت كمان ربع معلقة ملح، وبعدين 4 معالق سكر. هندوبهم كده على الدقيق. ومعايا كده ايه قيمة معلقة كبيرة بقى، بس انا قسمتها نصين بودر. احطها ايه معلقة كبيرة. ومعايا كيسين فانيليا هنفضهم كمان عليها. وكمان انا معايا برضو خميرة 4 معالق كمان هنحطها. وبعدين ايه هنقلب الاول، وبعدين هنجيب السمسم يا حبايبي. هنقلب كل المكونات اللي احنا حطيناها في الدقيق. إيه، ال10 كيلو حطيت عليهم ريحة الكحك، وكمان حطيت نقرة ملح، وحطيت سكر، وحطيت خميرة، وحطيت بودر، وحطيت فانيليا. وهنقلب ده كله كويس في قلب الطبق، علشان المكونات كلها تدوب في قلب الدقيق. احنا كمان معانا سمسم، قيمة ربع كيلو سمسم، بس انا هاخد منهم شوية، والباقي بقى ايه هنسيبها ايه للملبن بتاعنا. تمام كده يا حبايب قلبي، شوفوا انا بقلبها ازاي. وانا كمان السمنة بتاعتنا مسيحينها. ويعني ايه لازم السمنة نحطها كده ايه فترية او زي دمع العين. انا جبت كده الحلة الاولانية وهنفضيها، وعم يكون بقى ايه الحلة التانية بتاعت السمنة. يعني ايه احنا حاطين قيمة كده 10 كيلو سمنة، علشان الكحك يكون دايب معاكي كده وجميل. لازم تكتري فيه السمنة بتاعته. بس الصراحة الكحك لذيذ جدا ودايب وطعمه خطير وريحته جميلة قوي. الكحك ما بتعجنش يا حبايب قلبي، الكحك بيتبس. احنا بنبسه كده بايدينا، بنفركه كده بايدينا علشان المكونات كلها الدقيق يتسربها. احنا دلوقتي فضينا الكمية التانية بتاعة السمنة، وايه وهنقلب كله ده كله ببعض. شوفوا بنبسها ازاي، علشان لو في سمنة في قلب الدقيق عاملة كتل، او الدقيق عامل كتل، لازم ايه نبسها كده. احنا دلوقتي انا وام مهاب هنمسك بقى ايه الكحك ده ونبسه بقى في ايدينا، ناخد شوية بشوية. شوفوا ام مهاب بتفركه كده، لازم نعملها كده. الطريقة ديت بتخلي لك الكحكة جميلة جدا، وبتبقى كحكة ايه دايبة. لازم المكونات كلها نبسها كده. شوفوا ما شاء الله، علشان منها ان الدقيق كله تشرب السمنة والمكونات بتاعتنا، ومنها كمان اللي احنا ايه بنبس الكحك، علشان ايه تطلع بقى كحكاية معانا حلوة. شوفوا ما شاء الله يا حبايب قلبي. احنا بقى هنحط بقى الروايح. معايا ازازتين كده هنحطهم عليها. انا كنت حطيت واحدة قبل كده ورجعت حطيت التانية قدامكم. شوفوا بنعملها ازاي يا حبايبي. لازم الكحك كده وانت بتعملي كده يطلع معاكي زي اللون الكريمي كده. ولسه بقى ايه، شوفوا انا بعملها كده بايديا. شوفوا ما شاء الله، اللي بنحط عليه اللبن بلف فيه كده
العجينة بتاعتنا بنلفها كده في قلب الطبق علشان الكحك ما بتعجنش. انا بدورها كده في قلب الطبق علشان العجينة بتاعتنا بتاعة الكحك تشرب بقى اللبن. احنا معانا كده قيمة 3 كيلو لبن جمسي حطيناه عليها. شوفوا ما شاء الله كده بقى الكحكة بعد ما اتعجنت كده حلو معانا يعني، بسيناها يعني وكده. وهنجيب ايه كيسم بتاع البسكوت هنحط عليها، والملبن بتاعنا جبناه وحطينا عليه شوية سمنة وشوية سمسم وكده، وقلبناه كله ايه في بعضه. دلوقتي احنا بنعمل بقى الكحكة بتاعتنا، بنحط فيها حتة ملبن على قد بقى الكحكة بتاعتنا، قد المقدار بتاع الكحكة وكده حبايب قلبي. الكحكة احنا معانا برضو الختام عشان تبقى حلوة وكده. الختامة بتتعمل بسرعة وكده، نيجي بقى الكحكة تخمر معانا. النقشة بتاعنا لما نعملها كده بالمنقاش تبقى جميلة جدا. شوفوا ما شاء الله، انا هوريكم كده الكمية اللي احنا عملناها، وهنسيبها بقى تخمر شوية. بابا ربنا يبارك فيه كان قاعد معانا. احنا عملنا كده صينية، والصينية التانية سيبناها يعني كنا بنعملها عمن الصينية الاولانية تخمر بندخلها الفرن يعني على طول. يعني كانت بتخمر على طول، كانت واحدة في قلب الفرن وواحدة على الفرن من فوق من الصاج بتاع الفرن. كانت بتخليها تخمر بسرعة، وكده الواحدة في الفرن. وده بقى ايه الكمية بتاعتنا بعد ما يعني قربنا نخلص، وابني حب يعني يشارك معانا بوظ 2. دي كده بقى ايه بعد ما عملناهم وسيبناهم في الصينية عشان يخمروا. وده بقى اللي طلع من قلب الفرن. انا معايا حلة كبيرة من بتاعة الافراح ديت حطينا فيها، ومعايا علبة تانية كمان، وبرضو في صينية لسه عليها. يعني احنا عاملين كمية 10 كيلو. شوفوا ما شاء الله، شكله جميل جدا جدا ولون ذهبي. يعني احنا مش بنحب نغمقه كده. شوفوا حبايب قلبي، حتى النقشة بتاعتها ثابتة فيها. المنقاش احسن من الختامة. وكده الفيديو بتاعنا النهاردة يا حبايب قلب، واشوفكم على خير مع الف سلامة.